السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في مدونة حسن رضوان التعليمية. هنكمل إن شاء الله الدرس الثالث في الوورد اكس بي. هنكمل إزاي نخصص أشرطة الأدوات بما يلائم متطلبات العمل في البرنامج. قلنا إزاي بنجيب نافذة تخصيص من عرض وأشرطة الأدوات. في نهاية هذه القائمة نجد تخصيص، نضغط عليها وشرحنا هذه الأوامر وما الهدف منها. في علامة التبويب خيارات، علامة التبويب الأوامر، وهي بتشمل كل القوائم. هذا الجانب به أسماء القوائم: ملف، تحرير، عرض، وهكذا. وأشرطة الأدوات، أشرطة الأدوات وما تحتويه من أوامر. في الجانب الآخر نجد ما تحتويه هذه القائمة أو هذه الفئة أو هذا الشريط من أدوات. مثلا ملف نجد به هذه الأدوات، تحرير به أدوات مختلفة، عرض بمجموعة الأدوات التي توجد في الشريط في قائمة العرض، وإدراج وتنسيق وأدوات، وهكذا. أشرطة الأدوات وهي نجد بها جميع أشرطة الأدوات، ونجد أن شريط الأدوات الذي يظهر في البرنامج نجد أنه توجد بجانبه علامة التجزئة، أي أنه مختار بالفعل. مثلا شريط أدوات القوائم، لو شلنا هذه علامة أزلنا هذه العلامة نجد أن شريط الأدوات لا يظهر. مثلا شريط أدوات تنسيقي وشريط أدوات قياسي، مثلا هنشيلهم. مجرد إزالة هذا الاختيار نجد أنهم يختفوا من البرنامج زي ما حضراتكم شايفين. مثلا شريط أدوات رسم، لو ضغطنا هنا واخترنا بيظهر شريط أدوات الرسم أسفل البرنامج. كمان في الأوامر ممكن إن احنا نضيف بعض الأوامر الغير موجودة في هذه الأشرطة، نضيفها، وده بيتم عن طريق إن احنا بناخد الأمر ومع الاختيار بنسحب هذا الأمر إلى أن نضعه في شريط الأدوات في المكان اللي احنا بنختاره. لما بنسيب الأمر بيثبت في شريط الأدوات، وهكذا. الأمر اللي احنا محتاجينه بناخده وبنحطه في شريط الأدوات. في أشرطة الأدوات ممكن نعمل شريط أدوات جديد يشمل كل الأدوات اللي احنا محتاجينها. بالضغط على جديد تظهر هذه النافذة اسم شريط الأدوات. بنكتب اسم شريط الأدوات وليكن مثلا شريط أدوات حسن. وهنا توفير شريط الأدوات من أجل هذا المستند أو الوضع الطبيعي النورمال بتاعه. نضغط على موافق، هيظهر هذا الشريط. نضغط على أمر علامة تبويب الأوامر ونعمل زي ما عملنا قبل كده. بناخد الأمر ونشد ونسيب في شريط الأدوات، نروح لقائمة التحرير نختار منها برضي،
لو احنا عايزين من قائمة التحرير نروح لقائمة عرض، لو احنا عايزين من شريط الأدوات من قائمة العرض برضه، وهكذا، ونملى شريط الأدوات الجديد بتاعنا بالأوامر اللي احنا محتاجين لها في المستند. لما نروح للأوامر لشريط الأدوات هنلاقي الشريط الأدوات اللي احنا عملناه جديد موجود في ضمن أشرطة الأدوات، وقدامه علامة تجزئة دلالة على انه موجود. لو أزلنا هذه العلامة بيختفي شريط الأدوات. لو احنا عايزين نزيل هذا الشريط الأدوات تماما من المستند نضغط على من هذه النافذة ونضغط حذف. ولو احنا عايزين نغير اسم هذا الشريط بنعمل إعادة تسمية عشان نسميه اسم مختلف. لو احنا عايزين نشيله خالص نضغط حذف. يعني هذه الرسالة معناها هل تريد بالتأكيد حذف شريط الأدوات. إذا كنا عايزين نحذفه فعلا ندوس موافق. ونكمل إن شاء الله في الأجزاء القادمة شرح باقي أوامر مايكروسوفت وورد.